تغير السلطة في سوريا. هاي المسألة حساسة. آه، انتهوا من عقدة الذنب، لا يشعرون بأي ذنب حاليا. تم تحميلهم وزر جرائم النظام الأسدي. تجاوزوا الأزمة، خاصة الطبقات الفقيرة داخل هذا المجتمع المفقرة، بغض النظر عن الكلام الذي يتكلم عن فلول أو عن يعني نافذين كان عندهم حيثية داخل الدولة وخسروها. هذا الحراك يرفع أسماء جديدة إلى المتن السياسي، قد لا يحبذها السوريين، لكن أصبح لدى العلويين اليوم عنوان سياسي لم يتبلور بشكل جيد باتجاه خطاب سياسي محكم. هناك خطاب شديد البدائية في المظاهرات يستنجد يعني يقارب ما كان يقوله بعض الأطراف الإسلامويين داخل المعارضة. هناك أيضا خطاب في هذا الاتجاه، لكن ما حصل هو ناجم عن مسألة كانت واضحة. كان الحل السهل، يعني الابتعاد عن الحل السهل، حل الذهاب إلى الحوار الوطني، الاعتراف بتعددية المجتمع السوري، تسعير الخطاب الإعلامي في الإعلام الرسمي والموازي وفقهاء السلطة، البحث دائما عن طرف ثالث. اليوم سلطة الشرع لديها علاقات خارجية جيدة، لا تستطيع أن تتهم السعودية أو روسيا أو أمريكا أو أي طرف في العالم، على اعتبار لديها علاقات مع كل هذه الدول، وبالتالي تبحث عن طرف ثالث وتفتش في الداخل، تقول قسد. وأنا قريت اليوم كثير من التعليقات ومن البوستات التي توجه باتجاه أنه ما حصل هو ناجم عن مؤامرة تحيكها قسد. يعني هذا الكلام المتهافت لا يحتاج إلى رد صحيح، لكن هو جزء من سلوك أي سلطة تنحو باتجاه الديكتاتورية أو سلطة ديكتاتورية تبحث عن عدو متآمر لديه غرف مظلمة يحيك من خلالها المؤامرات. يعني الخطاب اللي انحكى من قبل وطنيين سوريين على قلتهم راح باتجاه أنه بده يصير في صدامات اجتماعية، السلم الأهلي في الأولوية، العدالة الانتقالية ضرورية لكي لا يؤخذ البريء بجريرة المجرم. تم تجريم طوائف بقضها وقطيطها في الخطابات اللي شبه رسمية ورسمية. يعني انحكى في الإعلام سخرية من الدروز، سخرية من الكرد، سخرية من العلويين، من أجل تحويل الأغلبية السورية إلى كتلة صماء. وهذا أمر يعني قاتل جدا، أنه تصنع أمة على أشلاء أمم أخرى أو شعوب أخرى.